بيقول لك المثل كل مشبك ولا تتلبك. مدري شو علاقة المشبك بالتلبك، بس على كل حال المشبك من الحلويات اللي أكله بيسعدني وبيفرحني، كمان بيذكرني بأيام الطفولة، هو وأصابع زينب والعوامة. تعالوا نجهز مع بعض أطيب وأشهى مشبك. بدي كاستين من السميد الوسط وكاسة طحين نخلتها وضفت لهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر وربع معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين كبار من الحليب البودرة. قلبتهم منيح وضفت لهم كاسة ونص من المي الدافية وربع كاسة من الزيت النباتي وقلبتهم منيح، وراح ريحهم شغلات نص ساعة. وللقطر كاستين سكر، كاسة وربع من المي وعلى النار، وبس يدوب السكر بضيف لهم معلقة صغيرة من عصير الليمون بتركهم 7 دقايق يغلوا. وهون الخليط السمك وصار جاهز، حطيته بكيس الحلواني ورح شكله بهي الطريقة بزيت حامي وغزير. لازم الزيت يكون حامي كتير، يعني صحيح قياس القمع اللي استخدمته 8، هذا أنسب قياس للمشبك. وبس ياخد لون من الوش الأول بقلبه على الوش الثاني، لا تقلبوه قبل ما ياخد لون مشان ما يفرط معكم. وإذا ما عرفتوا تشكلوه هيك مثل هالقرص ممكن تشكلوه أصابع وبينجح معكم ونفس الطعمة، بس يعني هيك شكله أشيك. بعد ما أخذ لون من الوشين مباشرة على القطر البارد، لازم يكون القطر بارد، وهنا رشة من القرفة لتكمل الطعمة. ويا عيني على المشبك اللي قرشته بتضل لتاني وثالث يوم كمان، عن جد من